عندنا بعض النماذج المشرفه زي اشرف عبد الغفور والشريف وعبد الله الغيث ومحمود ياسين، دول كانوا فطاحله في اللغه العربيه. احنا عندنا في الجيل الجديد انت هتستغربي، انت عندك الهام شاهين شاطره جدا في اللغه العربيه، بس انا مش شاطره في اللغة. ده مش عيب يعني. ماشي، في وفي لا. يعني انا بقول لك انا مش شاطره في اللغه العربيه، ان ما عرفتش تعمل ايه ما درستش وما مارستش. فاهم؟ يعني اللغه العربيه دي عايزه ممارسه ونطق صحيح وكده. الراجل يقصد كده. ليه بتكبروا صبري فواز مع رايي بيقول احنا لازم نتطور ولازم نطور. انت عندك الاعلام، عندك المذيعين والمذيعات النهارده لما تفتح الراديو تحزن، لانه ما حدش فيهم بيتكلم لغه عربيه، وكلهم بيتكلموا العربيه الدارجه اللي بتاعت الشارع كمان. يعني بيقولوا بيهرجوا بيقولوا الفاظ ما ينفعش تتقال فرنسي. ندمت ان انا لابسه كعب، انا ندمانه ان انا لابسه كعب. في ناس تانية عايزه تسجل مع الاستاذه هلا يا جماعه. لا ولا عمري اندم على دفاعي عن انسان بريء وهو عمر زهران. عمري ما هندم. كل المشاكل اللي انا فيها والناس يشتروا للاسف بعض المواقع ويشتروا شباب صغيرين علشان يعملوا هاكر، كل الكلام الفاضي ده كلام غلط. اوكي، لا انا استحمله لانه لا ده كلام انا استحمله لانك انت لازم يبقى الست عندك مبدأ علشان تحترمي نفسك، علشان تنامي بالليل على المخده وانت ولادك محترمينك وانت اهلك محترمينك وشعبك وجمهورك يحترمك. هتتعذبي شويه، في بعض الناس تصدق، في ناس مش عارفه ايه، كل ده كلام فاضي. بس في النهايه تاريخك وشخصيتك وانك تفضلي ثابته على المبدا، يبقى انت ست. قلت له ايه اول ما خرج يا استاذه؟ والله كنت حزينه عليه، كنت حزينه. كل اصحابه وزمايله يعني زعلوا على ان قامه كبيره زي ده يتجرح من اعز اصدقائه للاسف. يعني كانوا يدعوا. شكرا يا